بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ضمائر الغائب. ضمائر الغائب يعني ايه؟ يعني انا بتكلم مع حد والحد ده مش موجود، اللي احنا هنتكلم عليه تمام مش موجود، غائب مش معايا، عشان اخلي بالي وافهم كل ضمير بيجي عشان ايه، عشان ما اتلخبطش بينهم. تمام كده. طيب ضمائر الغائب عندي ايه؟ عندي هو، هي، هما، هم، هن. تاني، هو، هي، هما، هم، هن. هو، هي، هما، هم، هن. هو، هي، هو، هي، هو، هي، هما، 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 هم، هن، هم، هن. لازم افهم حاجه طالما باخد اي ضمائر او اسماء اشاره او اي حاجه ما هاخدها من ان شاء الله في الحاجات دي، لازم اعرف ان في حاجات بتيجي للمفرد، حاجات بتيجي للمثنى، حاجات بتيجي للجمع، عشان ما اتلخبطش. تمام. طيب انا هتكلم على هو وهي للمفرد. هو وهي للمفرد، قال لك الاستخدام عندي هو بستخدمها للمفرد المذكر، يعني حاجه واحده بس وتكون مذكره. طيب هي بتستخدمها للمفرد المؤنث، يعني حاجة واحدة بس وتكون مؤنثة، يعني الاتنين دول للمفرد. ممكن اخد شوية حاجات للهو وهي، زي ايه؟ زي هو ولد، يعني انا بتكلم مع حد وبقول على الواحد ماشي في الشارع بقول هو ولد. تمام. طيب لو شفت بنت بقى هقول عليها ايه؟ هي بنت، هي بنت. تمام كده. طيب حل هنا كده معايا. انا دلوقتي بتكلم على الضمائر المفرده، ضمائر الغائب المفرده اللي هي هو وهي. هو وهي. عندي هنا كلمه طالب. طالب عدده كام؟ واحد بس. تمام. انا اخدت ضمائر، حط لي ضمائر غائب عددها واحد بس، لكن لازم افهم يا ترى طالب دي نوعها ايه. انا عرفت العدد، يعني عددها واحد بس، نوعها ايه؟ يعني مذكر ولا مؤنث؟ لان انا عندي ضمائر الغائب المذكر، المفرد المذكر باخد هو، المفرد المؤنث باخد هي. طالب دي بتحكي عن ايه؟ يعني للولد ولا للبنت؟ لا للولد، يعني مذكر. يبقى هاخد هو ولا هي؟ لا طبعا هاخد هو، يبقى هو طالب. طيب نقط طالبة. طالبة. طالبة دي عددها كام؟ عددها واحد. نوعك ايه يا طالبة؟ نوعي مؤنث. طب هاخد ايه من ضمائر الغائب المناسبة؟ اللي عددها واحد، هو عدده واحد، هي عددها واحد، لكن كل واحدة لها نوع. هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث. يا ترى هاخد ايه؟ هاخد هي. برافو عليكم، هي طالبة. طيب نقط موهوب. موهوب. موهوب دي عدده كام؟ واحد بس موهوب، يبقى عدده واحد. طب يا ترى نوعك ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ طب هنجرب كده، انا مش عارف. طب انا هقول هو موهوب ولا هي موهوب؟ مش لايقه، مش حلوه، صح؟ هقول ايه؟ هو موهوب. يبقى موهوب دي ايه؟ مذكر. يبقى انا عندي ضمائر الغائب هو وهي، اخدتهم دلوقتي للمفرد المذكر. هو للمفرد المؤنث، هي للمفرد المذكر، هو للمفرد المؤنث، هي. تمام. انزل لي بهو وهي 4 مرات عشان تبقى شاطر، وانت في المرحله الاولى بتاعت اولى ابتدائي تبقى ممتاز. طبعا انت لو اكبر من كده ما تكتبهاش. اهي هو، ثانيه واحده، وعشان تفتكرها هو، عشان تفتكرها اهو للمذكر، وهي عشان تفتكرها بنوته حلوه بشعر جميل اهو للمؤنث. من دول، من دول ضمائر الغائب. ضمائر الغائب اللي بتعبر عن ايه؟ عددها كام؟ عددهم واحد، لكن دي نوعها ايه؟ ده مذكر وده مؤنث. يلا لو انت في اولى ابتدائي يلا انزل بيهم 4 مرات واكتبهم كويس. تمام. عندي هنا تدريبات وطالب مني احط مثلا كلمه او حاجه انا ايه متعلقه بهو او هي. هو كتب لي هو معلم. تمام. هي انت ممكن تقول هي ايه؟ هي ايه؟ هو معلم، يبقى هي ايه؟ معلمه. برافو عليكم. طيب هو تلميذ، يبقى هي ايه؟ يبقى هي ايه؟ تلميذه. تمام. شايفين كده كويس؟ يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ بحول من المفرد المذكر للمفرد المؤنث. تعال نشوف كمان، يلا بينا، حول معايا يلا. هو طالب، ثانية واحدة نظبط. هو طالب مجتهد. هو طالب مجتهد،
ده ايه؟ ده مفرد مذكر، حولهولي لمفرد مؤنث. هو هتبقى ايه؟ هتبقى هي. طالب هتبقى ايه؟ طالبة، ازود لها تاء التأنيث. مجتهدة هتبقى ايه؟ مجتهدة. اكتبها كلها اهي، هنزلها بس اضيف لها تاء التأنيث. يبقى هو طالب مجتهد، هي طالبة ايه؟ مجتهدة. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي بحول من المفرد المذكر للمفرد المؤنث. طب هديك كمان واحدة واشوفك هتعملها ازاي. كاتب لي هنا عندي ايه يا ولاد في المثال؟ هي تساعد امها في المنزل. تعال نحول هي، ده الجملة دي مفرد مؤنث، مفرد مؤنث، عايزه احولها لايه؟ لمفرد مذكر. هعمل ايه يا ولاد؟ هي هتتحول لايه؟ برافو عليكم، لهو. حلو كده؟ طيب تساعد، تساعد فعل مضارع بيدل على التأنيث، عشان احولها للمذكر بدل ما تبقى تاء تبقى ياء، يبقى يساعد. يساعد، هو يساعد. طيب هي بتقول هي تساعد امها، يبقى هو يساعد ايه؟ امه. برافو عليكم، يبقى ايه؟ امه. تمام؟ يبقى لازم يا ولاد الجمله نحس فيها ان هي منسقه، يعني ما نغيرش هي لهو وخلاص على كده، لا. لما نيجي نحول المذكر للمؤنث او من المؤنث للمذكر لازم الجمله تحسوها ان هي منسقه. هي تساعد امها يبقى هو يساعد امه. هي تساعد امها في المنزل يبقى هو يساعد امه في المنزل، نكتبها زي ما هي عادي ولا اي حاجه. يبقى لازم هنا يا ولاد لما بحول المذكر للمؤنث الجمله تبقى منسقه، او بحول المؤنث للمذكر الجمله تبقى منسقه. هي تبقى هو، تساعد تبقى يساعد. التاء دي فعل مضارع بادئه بحرف التاء عشان تدل على التانيث. طب عشان احولها للمذكر اشيل التاء دي واحط لها ياء، يبقى هو يساعد امها يبقى هنا ايه؟ امه عشان بتكلم عليه هو. تمام؟ في المنزل تنزل زي ما هي. يبقى كده حولت من المفرد المؤنث للمفرد المذكر. تمام؟ يلا ناخد كمان واحده. عندي هنا ايه؟ هو يحب القطه، مفرد وايه؟ ومذكر. حول لي من الهو لهي، قال لك استخدم هي. هي ايه؟ هي يحب ولا هي تحب؟ الفعل المضارع بالتاء يبقى للمؤنث. هي تحب القطه وتنزل زي ما هي. هو ايه؟ ضمير غائب مفرد مذكر. هي ايه؟ ضمير غائب مفرد يعني عدده، مذكر يعني نوع. تمام؟ عدده واحد اللي هو مفرد، ايه؟ ونوعها ايه؟ مؤنث. نخلي بالنا من دي. طيب عايزه اقول هي تساعد، تعال نحولها للمثنى. هما تساعدان، صح كده؟ طب تعال نحولها للجمع. هن، يبقى هي هتاخد هما، وهي لما احولها للجمع هتاخد هن. للايه؟ للجمع المؤنث، هن للبنات الكتير. هنا ما اقولش بقى تساعدن، امال هقولها ايه؟ يساعدن. الله، مش احنا اتفقنا ان انا بكتب في الفعل المضارع التاء؟ طب ليه انا كتبتها هنا هو ياء في الاخر؟ قال لك لما تكون ضمير اللي عندي او مجموعه الفتيات اللي عندي او مجموعه النسوه اللي عندي مش موجوده، غائب، عشان ابين ان هم غائب حط بس في الفعل المضارع الياء ده معهن. امال امتى اقولها تساعدن؟ امتى اقولها تساعد بالتاء؟ قال لك في ضمائر المخاطب، انتن تساعدن، انتن. اما ان شاء الله ناخد ضمائر المخاطب ساعتها تقول الفعل المضارع ده تساعدنا. لكن اما اقول لك هن يساعدن اعرف كلمه يساعدنا ده ان المجموعه النسوه اللي انا بتكلم عليها مش موجوده، غائب. الياء دي خليتها كده. طب اما اقول تساعد يبقى المجموعه اللي انا بتكلم معاها موجوده، مخاطب انا بكلمهم. تمام؟ خلي بالك من النقطه دي. طيب يبقى هي عشان احولها للمثنى تبقى هما. طب هي عشان احولها للجمع تبقى هن. حلو الكلام. تعال ناخد هو عشان احولها للمثنى تبقى هما، هو عشان احولها للجمع تبقى هم. خلي بالك. تمام؟ يبقى هو تتحول لهما للمثنى وهو تتحول لهم للجمع. اما هي تتحول لهما للمثنى وهي تتحول لهن للجمع. دي معلومه بسيطه بس حبيت ان اوضحها لكم. تمام؟ يبقى هقول بسرعه ضمائر الغائب: هو هي هما هم، هن هو هي هما هم،
هن، هو هي هما، هم هن. هو مفرد مذكر، هي مفرد مؤنث، هما اتنين مذكر أو اتنين مؤنث، هم جمع مذكر، هن جمع مؤنث. تمام؟ وعرفت النقطة والتفصيلة دي. أنا كده خلصت. اكتب لي كل واحدة في عمود يعني 5 مرات. تمام؟ وحل عليهم تدريبات، ولو احتجت حاجة اكتبها لي في التعليقات، ولو كنت بتشوفني لأول مرة فعل الجرس عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. السلام عليكم.